بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. متابعينا ومشاهدينا الأماجد، السلام عليكم ورحمة الله. سنتطرق في موضوع اليوم إلى ما يتعرض إليه الشاب الصغير ريان بلعيد بعد اختياره اللعب لفريق الوطني الجزائري لأقل من 20 سنة. يعني بدأ منذ أن أعلن ريان بلعيد التحاقه بالمنتخب الوطني، بدأت الضغوطات على اللاعب، وقد تناول موقع تريبل فوتبول مقالا تطرق فيه إلى التحاق ريان بلعيد بالمنتخب الجزائري لأقل من 20 سنة، وعنون الموقع مقاله بحالة طوارئ في إسبانيا بسبب استدعاء الجزائر لشاب أتلتيكو مدريد ريان بلعيد لفريق تحت 20 عام. ووصل الموقع في مقاله: تتنافس إسبانيا والجزائر على ضم لاعب أتلتيكو مدريد الشاب ريان بلعيد. المهاجم البالغ من العمر 18 عام هو من بين المواهب البارزة في فريق شباب أتلتيكو بقيادة فرناندو توريس اللاعب السابق وهداف المنتخب الإسباني، قلب هجوم المنتخب الإسباني سابقا ولاعب ريال مدريد. ولد بلعيد في أليكانتي، وهو أيضا مؤهل للعب في منتخب الجزائر، وتم استدعاؤه إلى تشكيلة منتخب تحت 20 عام للمشاركة في بطولة تونس الشهر المقبل. بلعيد لم يشارك بعد مع إسبانيا، على الرغم من أن صحيفة ماركا تقول إن كشفوا اللاعبين أو النقابين عن المواهب كانوا يراقبون تقدم هذا الشاب المراهق. لقد شارك الشاب مع منتخب الجزائر تحت 18 عام في مباراة واحدة عندما كان يبلغ من العمر 16 عاما. هذا هو مقال موقع تريبل فوتبول حول الصراع الدائر بين إسبانيا والجزائر حول اللاعب ريان بلعيد أو موهبة أتلتيكو الصاعدة.